السلام عليكم، مرحبا بكم، توكلنا على الله. اليوم فيديو جديد زوين، اللي هو الدنجال المعمر بالكفتة. عندنا الدنجال يعني على حسب الكمية اللي عندكم في الدار. أنا هنا كانوا عندي واحد 4، قلت علاش لا ما نستعملهمش وما نضيعهمش، لأن صراحة خفت ما تستعملوش يعني. قلت نديرهم عوض نديرهم زعلوك، نديرهم معمرين. كناخدو الدنجال ديالنا كما كتشوفوا معايا، غادي نقطعو على هذا الشكل هذا، ما يكونش رقيق وما يكونش غليظ، يعني السمك يكون بين وبين. كنقطعو كامل على هذا الشكل هذا. والكفته، انا درت الكفته ديال بكري، راه ممكن ديروا كفته ديال الدجاج وتنسموها حتى هي بنفس الطريقه ونفس الخطوات. انا هنايا درت اليوم هذا ديال الكفته، وباقي كذلك غادي نحط لكم ديال البطاطا والفرماج. هنايا كما كتشفتوا معايا بعد ما قطعت الدنجال على هذا الشكل هذا. ومن الافضل الا كانت الدنجال قلت لكم دلاع ناري، صدرني الصدو اللي كنفكرها في الدلاع. المهم كناخذ هذاك الدنجال ديالنا، كندير ليه شوي فهاد البانيني اللي نتوما كتشوفوا معايا. غادي نشويوه فيها، ممكن تشويوه في الفران، علاش لا. انا هنا عندي قلت علاش لا، كتسهل عليا، كنحط فيها كنكمل شقايه اخرى وكنجي لها كندهن بواحد شويه كما كتشوفوا معايا هنا بالشيته. شويه ديال الزويته، انا درت زويته بلديه، ممكن ديروا غير شويه ديال الزيت الروميه، ما تكتروش، غير باش يتصهد لينا داك الدنجال، ويعني كيطيب نص طيبه. ومن بعد راه غادي نكملو في الفران هو والشرموله ديالنا كامله كما كتشوفوا هنايا. فانا دابا بديت كنقلب، ها نتوما شوفوا كي داير، كيجي رطب، وكديروا حتى شويه د الملحه باش يبقى هكا رطب. نديرو على 2 جوايه يعني حتى كتحمروه هكايا. كما قلت لكم اللي عنده هاد البانيني هذه فهي من الافضل، لان هي كتسهل المأموريه بزاف. ندوزو للحشوه، كناخدو هنايا الكفته ديالنا كما قلت لكم، يا كفته ديال البقري يا كفته ديال الدجاج، اولا حتى لا دند، على حسب القدره الشرائيه ولا على حسب كل واحد شنو ممكن يدير. كناخد هذاك كفته، كنديروا ليها هنايا، انا درت قزبر معدنوس، كندير سكنجبير، الخرقوم، التحميره، شويه الملحه والثومه، كاع العطريه اللي شفتوا معايا. بقات شويه ديال الزيت من هذيك اللي دهنت بها الدنجال ديالنا، عادي نتا هي نديرها وكنخلط هذا الخليط كامل كما كتشوفوا. يعني المقادير والاقامه راه نفس الاقامه اللي هكا، اللي كتكون عندنا ديما، راه كيجي بنين. الاقامه اللي لقيتوها ديروها واللي كتحبوها. كذلك انا هنايا زدت شويه ديال الربيع، لان كيعجبني صراحه هكايا كيكون منسم مزيان. هاد اللحم ديالنا كتجي منسمه وكتجي لذيذه، خصوصا هكا مع الدنجال، لان راكم عارفين الدنجال فاش حتى هو هكايا فهاد كيتشوى اولا كيتقلى كيعطي واحد النسمه زوينه، فكيتواتاو مع بعضياتهم. كناخذوا الدنجال ديالنا بعد ما هكايا شويناه كما قلت لكم. كناخذوا واحد هنايا لاصوص الطوماط ديال الدار بطبيعه الحال، انا اللي درت. ممكن اللي ما عندوش يدير ديك لاصوص اللي هي كتكون جاهزه يديرها في المول. انا درت هنا مول ديال الزاج، ممكن اي مول عندكم. كناخذوا شويه ديال الكفته كما كتشوفوا معايا هنا، كديروا على القد ديال هذاك الدنجال ديال باش نروليوه. وكنروليه هكا، ما كنزيرش بزاف، لان كما كتعرفوا راه هكايا باش غادي تشرب مع ديك المرقه وهذا راه يعني ما بغيتش ما نزيروش. انا هنا راه كنحاول ما امكن باش نوريكم مزيان. غير كنلويو هذاك الدنجال ديالنا على هذا الشكل، وكنحطوه فوق هذيك لاصوص اللي درنا في هكايا في المول كما شفتوا معايا هنا. كنديروا وحده حدا وحده، كيما الا كان المول هكا داير راكم عارفين كندوروا الدوره، والا كان المول مربع راه كنبقى نديروا حدا حدا وحده حتى كنكملوا المول ديالنا. على حسب المول اللي عندكم حتى كنكمل هذا يعني هاد التستيفه هذه ونرجع لكم.
كيما لاحظتوا معايا بعد ما كملت التستيفة ديال الدنجال بقات ليا واحد شوية ديال الكفتة، كنديرها كويرات وكنخشيها بين هادوك بين الفراغات ديال الدنجال، يعني كنحطها هكا في الأماكن اللي أنا درت هاد الكمية هادي هي اللي كانت عندي واللي كفاتني، يعني ممكن على حسب كما قلت لكم عدد الأفراد، وممكن كذلك على حسب هكا شحال ديال الدنجال عندكم، فكما قلت لكم أنا راه ما كانش عندي بزاف، وإلا كان الدنجال كما قلت لكم طويل فكيكون من الأفضل باش كيكون هكا كيجي المنظر ديالو زوين، وهنايا كما قلت لكم راني كملت درتو هكا ستفتو كامل في هذا في المول على هاد الشكل هذا، وغادي نحطو وغادي ندير عليه شوية هذا اختياري بطبيعة الحال، ولكن راه كيعطي حتى هو واحد النسمة. هاد أنا درت فرماج موتزاريلا، ممكن ديروا الشيدر، ممكن ديروا أي نوع د الفرماج بغيتو، كنستف فوق المول ديالنا نديرو في الفران حتى كيتحمر، كيشرب ديك المرقة ديالو، يعني ما كتبقاش ديك لاصوص كتيرة كتعلق، وكنقدموه بالصحة والراحة. شوفوا معايا هنايا كيفاش كيجي، وكما قلت لكم حتى هاد الفرماج راه كيعطي واحد التعليكة زوينة، وكذلك كيعطيه واحد المذاق زوين. فهاد الوصفة هادي وصفة زعما زوينة، راه كنشوفها بزاف، قلت علاش لا حتى أنا ما نجربهاش. وكما كتشوفوا معايا هنايا حتى ديك لاصوص راه ما بقاتش ديك لاصوص الكتيرة، يعني تشربها هذاك الدنجال ديالنا زاد طاب في الفران، نقدموه مع الخبز مع الروز، يعني على حسب أشنو عندكم. أنا قدمته مع هكا لي توست ديال الدار، راه حتى هو راه عندي في القناة، وممكن هانتوما كنوريكم الكفتة كيفاش كتجي طايبة وبنينة. فهذه هي الوصفة ديالنا، كنتمنى أن الوصفة تكون نالت الإعجاب ديالكم. ووصفات اللي كنديرها هما وصفات اقتصاديين، وكنعطيكم هكايا البدائل، يعني اللي ما بغاش يدير واحد الحاجة كيدير واحد الحاجة. فكنتمنى أن الوصفة تكون نالت الإعجاب ديالكم. تسناو راه كاين فيديو جديد إن شاء الله ديال الدنجال معمر بالبطاطا، وخليو لي شي تعليق، خليو لي لايك. كنقول لكم خليت لكم الهنا والراحة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله وحفظه.